لذلك أن الأنظمة الأساسية اليوم الخاصة ما هي إلا تطبيق لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن قواعد الأنظمة الأساسية تدخل ضمن الولاية العامة لقانون الوظيفة العمومية وتطبق على الموظفين التابعين للإدارات الدولة. وسمعوني مزيان، طلقوا وديناتكم وختموا لي هذيك لابواط نوار اللي عندكم ما بين الودنين وزير الصمطه وشد اليمن. غادي نبداو من النظام الاساسي. النظام الاساسي الحالي، فهو خارج الوظيفة العمومية. وإلا بغيتوا تتأكدوا سيروا الأنظمة أخرى وغادي نتأكدوا، بمعنى أنه هذا النظام هذا يعايش أو لا يطبع مع القطاع الخاص. وهذا كاين فين؟ في الديباجة في المادة الأولى، مني تسمينا حنا موارد بشرية. والوضع ديال هذه المادة في الديباجة أو في التبويب ما جاش هكاك اعتباطا. علاش؟ لأن هذا الديباجة غتبنى عليها جميع المواد اللي في وسط منها وغتقسم الفئات واللي كانوا 3: التدريس والإدارة التربوية إلى غير ذلك. بمعنى أن ما جاء في المادة الأولى ما جاش غير هكاك، غير خطأ مطبعي. لو كان بغاو يسميونا موظفين راه غيسميونا موظفين، سمونا موارد بشرية في قطاع التربية الوطنية، بمعنى أن حنا موارد في واحد القطاع بحال واحد الشركة وكل واحد عنده المهام ديالو. ممكن ترجعوا المجموعة من المواد بحال المادة 6 اللي كتكلم على سمعة المرفق. وهاد سمعة المرفق فين كاينة؟ كاينة في القطاع الخاص. وغيبان هاد الشيء جلي فين بالضبط؟ غادي يبان على جوج المستويات: عدم تحديد ساعات العمل، الإرهاق بمجموعة من العقوبات، بمعنى أنك إلا ما خدمتيش هادشي اللي غيحدوه لك من السلطة الحكومية أو على الصعيد الجهة المديرة الأكاديميات لأن تفوضت لها مجموعة من المهام، فأنت ستعرض للعقوبات. وهذا الشيء ما كاينش في الوظيفة العمومية، هذا الشيء كاين في القطاع الخاص، لأن العقوبات الموجودة الآن ماشي هي المرجع ديالها اللي في الوظيفة العمومية بمقتضى الظاهر ديال 1958. أمضرا طالق اللودينات ديالكم ولا صافي تقطعوا لكم الخيوط. بمعنى أن هذا النظام هو نظام يطبع مع القطاع الخاص. وراه بانت البارح، ما تتردوش ربما أن القليل منكم اللي انتبه، بانت البارح تصريح ديال رئيس الحكومة عندما عطى المؤشر ديال الجودة. قال أن مجموعة من المؤسسات غتكون عندها المؤشر ديال الجودة، والمؤشر ديال الجودة كاينة في المنتوج ديال القطاع الخاص. واسمعوني مزيان، حنا المطلب ديالنا ماشي التجويد كيف ما مازال بيتاس كيصرح به في هذا النهار هذا، لا، حنا خصنا نرجعوا للمربع الأول وغنبنيو نظام أساسي جديد بلغة جديدة ولا تطبعوا مع القطاع الخاص. لأن الموارد ديال هذا المرفق اللي هي المدرسة العمومية تأتي منين؟ تأتي من الرسوم ومن الضرائب اللي كيأديوها المواطنين، وبالتالي لا علاقة له بالقطاع الخاص، ما خصهاش تكون عنده علاقة بالقطاع الخاص. كاين البعض منكم غيقول ولا حقا والزيادة والتعويضات، الله يجازيكم بخير.
حنا عندنا نظام ديال 2003 مني غيتم السحب او اسقاط هذا النظام الجديد اللي هو النظام الاساسي او النظام المآسي اللي تنشر في الجريده الرسميه وتم التصويت عليه في المجلس الحكومي في 27 شتنبر. حنا راه خدامين بالنظام ديال 2003. تحسين الوضعيه ديال رجال ونساء التعليم راه خصها قوانين فقط. حنا في دوله ديال المؤسسات، سمعوني مزيان، نحن في دوله المؤسسات. ومني كنبغيو نزيدوا لواحد الصنف من الموظفين راه كنديروا له المسطره القانونيه باش نزيدوا له. بالتالي المطلب ديالنا اشنا هو؟ المطلب ديالنا هو اسقاط النظام الاساسي الحالي والرجوع الى المربع الاول. التنسيقيات خرجوا باش يسمعوا الصوت ديالهم انهم هم كيمثلوا نفوسهم، هما كيمثلوا راسهم. بطبيعه الحال حنا كنشكروا الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي لانها داخله مع هاد التنسيقيات وكتنسق مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي فيه 23 تنسيقيه. هاد الهضره انا لا اقصي اي احد باش نكون معكم واضح. اي تنسيقيه فيهم الاخوان ديالنا واي واحد كيشوف نفسه مستعد على انه يتحمل المسؤوليه ويدافع عن الفئه ديالو مرحبا، لان هذه المسؤوليه غيذكرها التاريخ. اللي غيتحمل المسؤوليه راه غيذكروا التاريخ غيذكروا واش احسن ولا اخطا. اذا في النظر ديالي المتواضع وبعد الدراسه ديال هذا النظام الاساسي كامل قريته، ارى اننا غنرجعوا للمربع الاول. وشكون اللي غيناقشوا؟ وشكون اللي غينتج نظام جديد؟ الفئات، الهيئه ديال التدريس. وغادي نقسموه على 3. غيكون الجانب التنظيمي والجانب البيداغوجي ومقتضيات عامه. الجانب التنظيمي هو التقسيم ديال الهيئات اللي خدامين في المدرسه العموميه. الجانب البيداغوجي فيه ساعات العمل وفيه المردوديه الى غير ذلك. والقضايا العامه فيها ملفات ديال رجال ونساء التعليم. اذا انا كنشوف هذا النظام مادام انه غيسري علينا تقريبا واحد المده اكثر من 20 سنه فلا بد من انه يتقسم على 3. نشتغلوا على الجزء الاول نساليو منه، نمشيو للجزء الثاني نساليو منه، نمشيو للجزء الثالث اللي فيه المقتضيات عامه واللي فيه الحل ديال الملفات ديال رجال ونساء التعليم والبعض منها ما بتدرهم. وكنأكد ان تحسين الوضع المالي والاعتباري لرجال ونساء التعليم ما عنده علاقه به. باش نجيكم من الاخر، ممكن على ان يكون اجتماع ديال الحكومه ويديروا واحد القانون يحدوا فيه تعويضات جديده وزيادات جديده مهمه كتليق برجال ونساء التعليم وكتحافظ لهم على المكانه الاعتباريه. انا نبغيكم هذا الكلام اللي قلت لكم انا كامل تدوروه في ذاك العلبه السوداء لا بواط نوار وتحاولوا انكم تمنطقوا الامور، لاننا الان راه داخلين في واحد المرحله صعيبه. بطبيعه الحال غيكون الاستقطاب وغتكون الاغراءات وغيكون التحفيز. انا لا اتهم احدا، الحمد لله رجال ونساء التعليم اللي خرجوا للشارع من مختلف التنسيقيات ومن مختلف الفئات كيبينوا على انهم شرفاء وشريفات. ولكن ما تنساوش ان الطرف الاخر راه طرف ماكر ومتمرس ومتربص. اي خطا ممكن يجني على الناس كاملين لواحد المده اللي هي ماشي سهله. حنا البلاد ديالنا اللي هي المملكه الشريفه خاصنا نحافظوا على الاستقرار ديال الرجال ونساء التعليم وتمكين المواطن المغربي من مدرسه عموميه جيده وفيها جميع الظروف ديال العمل او طلب العلم. نتمنى على انكم تتفاعلوا مع هذا الاوديو وتكونوا في المستوى المطلوب. تحياتي لكم ايها الشرفاء والشريفات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.